السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير كده، في صحة وسلامة وراحة بال. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يكبر خواطركم جميعا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. بحبكم في الله، بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الحلوة على الفيديو اللي فات. بشكركم جدا على كل اللي دخل من عند سمورة عندي، مرات أخويا. بشكرك جدا يا سمر، ربنا يبارك فيك يا رب ويكبر خاطرك وربنا يكبر خاطركم جميعا. بيكو ان شاء الله مكملة ومعاكم مكملة، لولا انتوا بعد ربنا وقفتكم مع سمر ووقفتكم معايا. ربنا يبارك فيكم يا رب، انتوا اخواتي وعيلتي، ربنا يكبر خاطركم. بصوا الفيديو ده حمسني وش ان انا استمر. ليه؟ كلامكم الحلو، كلامكم الطيب، كلامكم الجميل، تعليقاتكم الحلوة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يكبر خاطركم جميعا، ربنا يبارك فيكم، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. على اي حد كتب لي تعليق حلو، واللي كتب لي تعليق سلبي برضو، بصوا، الحمد لله والشكر لله. هو تعليق واحد اللي جالي بس، فممكن يكون مقصودة او حد عارفني. عمر ما حد غريب هيبعت لي تعليق مش حلو. عمري في حياتي محدش عجبني على السوشيال ميديا كله قبل ما افتح قناة اصلا. اللي دخل عندي من قناة سمورة مرات اخويا بشكركم جدا، او من غير القناة، او مش من عند سمورة، دخل كده على اي فيديو عجبه. ربنا يكبر خاطركم جميعا. كل اللي دخل عندي من هو يكون يعني من بره مصر ومن داخل مصر، بشكركم جدا جدا جدا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا بحبكم في ابدا الله، اخواتي وحبايبي في الله. ما تنسوش كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. تحطوا لايك والكومنت الحلو اللي زيكم. انا مبسوطه بيكم، انا فرحانه بيكم فرحه مش تتوصف. فربنا يكبر خاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا في اليوم ده انا كنت بعمل كشري يا حبايبي. طبعا بحب ان انا احمر البصل الاول، بدايه الكشري خالص بعمل البصل. ليه؟ عشان الزيت ده ما مش يترمي خساره. بستعمله بقى في الرز، بستعمله في الصلصه، بستعمله في التوميه، بستعمله في الشطه، في كل حاجه. طبعا البصل حطيت عليه دقيق ونشا، حطيت عليه دقيق ونشا يا حبايبي عشان يديني صفار ويديني كرمله. وكمان يعني بصي حط شويه ملح مع النشا، مع النشا والدقيق. ففي اليوم ده برضو كنت عايزه اعمل حاجه حلوه قصادها، فطبعا غسلت ايدي كويس مكان البصل يا حبايبي، غسلت ايدي كويس جدا، وغسلت ايدي بليمون وكل حاجه عشان ريحه البصل برضو مش تبقى في الكنافه. بصوا من يمة النظافة دي، فأنا بحب النظافة جدا 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 والله العظيم، مش عشان قدامكم من وراكم، أنا ما بريحش نفسي. بصوا الأول كمان يعني قبل سفيان ما يجي كمان، بصوا كنت شغالة 24 ساعة. ممكن دلوقتي يعني نص الشغل اللي كنت بعمله، ما بريحش نفسي خالص. يعني الحاجة اللي بعملها بحب أعملها تاني وتالت ورابع، وموضوع النظافة ده يعني كل حاجة لازم تبقى نظيفة عندي. فالحمد لله والشكر لله، ده فضل من عند ربنا، ده نعمة من ضمن النعم اللي احنا عايشين فيها. فطبعا جبت الكنافة كده وحطيت عليها كوباية الا ربع من السمنة السايحة، وطلعتها من الفريزر على طول وهي ساقعة كده عشان تتفرك معايا بكل سهولة. طبعا كنت محتاجة ان انا اعمل حاجة حلوة، ففركتها قبل ما تفك كده بسرعة، وقلت اما اكمل برضو الاكل بتاعي. طبعا خدت شوية زيت من زي ما انتوا شايفين كده، صفيته واخدت شوية زيت، حطيت شعرية كده واحاول ان انا اطبخ بقى الرز. بصوا كل حاجة كده، كل عين كده شغال عليها حاجة. طبعا الرز كده غسلته وحطيته في الشعرية عشان انا هعمل رز بشعرية يعني، وكده جنب الكشري، جنب الكشري يا حبايبي. فطبعا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، زيد النبي صلى كده عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا جبت كده 7 8 فصوص توم برضو، وفرمتهم كده في المفرمه بتاعت الحلوه اليدوي دي. وبعد كده ايه حطيتهم كده، كان في بعد كام بصله كده سبتهم كمان إيه للصلصه. بصوا بدي بقى الصلصه في حته تانية، يعني تسيبي كام بصلايه كده متحمرين مش تشيليهم، يعني الهري مثلا يا حبايبي، وتسيبيهم يعني تسيبيهم في الصلصة. وبعد كده ايه تحط الصلصة بتاعتي كده وتسيبيها تعيش حياتها كده وتتسبك زي ما هي عايزة. طبعا حبيت ان انا اعمل الشربات بتاعت الكنافة.
كوباية ونص كده من السكر، وكوباية مية، وعصرت عليها ليمونة وسبتها كده تعيش حياتها، عشان دي شربات الكنافة يا حبايبي، لا هي تقيلة ولا هي خفيفة، وسط. ليه؟ لان لو خفيفة هتعجنين معانا الكنافة، ولو تقيلة ما بتشربش في الكنافة اصلا، لازم تبقى وسط، مش كل حاجة لها حاجة. طبعا حبيت ان انا اعمل بقى التومية وكده، جبت برضو كام فص توم كده، 8 فصوص توم. بحب اعملها جدا بالمرقة، هرستهم زي ما انتوا شايفين كده، وبقوم حاطه بقى ايه مكعب مرقة كده او مكعبين، اعملها كده زي الشوربة. بصوا بتبقى طعمها خيال، انا بحب اعملها كده على طول يعني، تبقى بسم الله ما شاء الله، التومية دي طعمها زي السكر، تبقى حاسه ان انت بتاكلي بتشربي شوربه كده بخل، يعني مزازه كده بتديكي طعم تاني. طبعا انا كنت بدوق الصلصه برضو، خلاص قربت تخلص، كل حاجه كده. كنت بعمل كمان فنجان قهوه لابو رهف، برضو نفس الوقت، فالدنيا كلها ايه حوالين بعضها كده دايكه. فان شاء الله يا رب بيكوا كده، اللهم امين يا رب، بحق اذان العشاء، ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، ويحقق احلامكم، يحقق كل امنياتكم يا رب. الحلم اللي انتوا بتحلموه يبقى حقيقة، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكبر خواطركم جميعا بحق اذان العشاء، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اخته وحبيبته ام متعب قالت لي نزلي بالليل. طبعا يعني مساء الفل على عيونكم، اللي هيسمع دلوقتي واللي هيسمع الصبح، ربنا يكبر خاطركم جميعا. طبعا كان عندي شوية سكر كده يا حبايبي مطحونين، وكانوا في التلاجة، فحبيت ان انا برضو احطهم، عشان السكر المصحون ده، المطحون ده بيحمر معاكي الكنافة. طبعا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. طبعا حطيت كده 4 معالق نشا، 5 معالق يا حبايبي، ليه مش مليانين قوي، رجعت كمان معلقة، 4 معالق، مش عايزين الكنافة المهلبية. وحطيت كمان معلقتين كريم شانتيه. طبعا معلقتين الكريم الشانتيه دي بخوديكي المهلبية في حتة تانية، بخليها كريمي وطعمها تحفة. مفيش عادي، مش لازم يعني، بس انا موجودة عندي بصراحة. انا جايبة النص كيلو ده من زمان، عشان اعمل للعيال اللي ولادي طالبين مني تورتايه، فباذن الله هعملها باذن الله معاكم برضو. وبصوا يا حبايبي، والله انا استاذ التورت، بعرف اعمل التورت، وطعمها جميل جدا جدا، بس مكلفة. عشان كده انا عملتها خلف ورا الكاميرا، وعملتها قدام الكاميرا بصراحة، عشان انا بحب الحاجة اللي بعملها مرة واتنين، مش بحب ان انا اكررها تاني على القناة عندي. طبعا كده حطيت السكر حسب الرغبة يا حبايبي، مش اسكرها قوي عشان في شربات تتحط، يعني أنا حطيت قيمة يعني 3 معالق، تلات. واللي معايا ده كيلو حليب ومعلقتين وظرفين من الفانيليا، ماشي. طبعا المهلبية بس يعني كريمي وحلوة وطعمها جميل قوي قوي. تاكليها كده، حتى لو انت حابة تعملها كده للأكل، بتخففي النشا شوية عشان تبقى ايه سايبة شوية، لان انا عايزاها ايه رابطة شوية عشان مش تسيح جوه الكنافة. طبعا كده زي ما انتوا شايفين كده ببط عليها كده، ليه بسويها كده، ويعني بضغط عليها عشان تطلع معايا قطع. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين انا حطيتها تبرد شويه في الطبق البلاستيك، عشان ان انا استحمل ان انا احط عليها التانية، لو حتى ايدي جت بظروفها عليها مش تلطع ايدي. حطيت ان انا حطيتها في الطبق البلاستيك يا حبايبي، تسقع تبرد شويه، كله كده في وقت واحد. كان الكشري يعني خلاص على البوتاجاز بيخلص كل حاجه، وانا بعمل صينيه الكنافه. بحبكم في الله، متنسوش تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يكبر خاطركم جميعا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي مش اتحمشت، عندي الكاميرا اصلا من يوم ما غيرت الشاشة، والكاميرا عندي بايظة، باظت خالص مش زي الشاشة الأصلية. فربنا يكرمني بقى يا حبايبي واجيب لي تليفون بصراحة، يعني لأن التليفون ده من يوم ما اتغير له شاشة، لأن الشاشة الأصلية بتاعته غالية جدا، و3000 ونص، وأنا عملت له شاشة عادية ب1500 بس، فمش ظابطة معايا. طبعا الكشري زي ما انتم شايفين كده، اقسم بالله العظيم مش يعني شكله كمان الكاميرا ظلماه، والله العظيم بجد الكاميرا ظلماه. طبعا مغمقه الحاجه. طبعا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. دي كانت صفرة، البصل عندي مش محموش كده، مش ظابط معايا خالص في الكاميرا خالص.
فما تنسوش تحطوا لي لايك بقى ودعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يكبر خاطركم جميعا، يا رب اكون عند حسن ظنكم، يا رب اكون دايما خفيفة على قلوبكم وافيدكم بمعلومة بسيطة. ما تنسوش تحطوا لي لايك. اقوم بقى اعمل الكنافة دي جميلة جدا، والطعم وحياة ربنا جميل جدا. بصوا، ما ارجع الكاميرا ورا شوية بتفتح، شايفين؟ الكاميرا عندي بايظة خالص، تقربي على الحاجة بتغمق معاكي، فمش ظابطة معايا خالص. طبعا هي مش اتهمشت معايا ولا اي حاجة، وبرضو بوريكم برضو دي فاتحة. بعد الكاميرا شويه ورا هتظبط معايا. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. قومي كده جربيها وعلى ضمانتي، وبسم الله ما شاء الله عليها، والله العظيم طعمها جميل. وجربيها كمان لو بالمانجا، لو عندك مانجا. بس انا بصراحه ما حبيتش ان انا اعملها المره دي بمانجا. وطبعا كان عندي شويه غسيل، عايزه اطبقهم بقى واحطهم ايه في الدولاب كده يا حبايبي، ده اخر اليوم. بحبكم في الله. افتحي الباب. طبعا كان عندي شويه غسيل. افتحي الباب، حد بيرن. قلت ما اطبقهم بقى وارصهم في الدواليب زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ماشي يا ريان، افتح الباب. الظروف كانت بتورينا حاجه كده وده يومنا معاكم. يا رب اكون دايما خفيفه على قلوبكم، يا رب افيدكم لو بمعلومه بسيطه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.